بالماء من الفرات. هنا عندنا احنا سريه عمرو بن الحجاج. طبعا عمرو الحجاج ورا 3 ايام اقالوه، لان بلغ الخبر الى ابن زياد ان الحسين قام يشرب مي. تدري انت ابو فاضل راح يجيب مي، صور يعني يجيب الفرات، حتى لو يلوي عنق الفرات ويجيب الفرات على كله. فبدت معارك الماء اللي اشترك بها زين العابدين، وانا احتمل انه اشترك بها الامام زين العابدين. الامام لان هدف سامي نبيل، سقايه العائله. اكثر شيء اجر هو سقايه الماء. النبي صلى الله عليه واله يقول رايت حمزه، هاي من الرؤيا الصادقه، رايت حمزه عمي بعد شهادته بعد احد. قلت يا عم يا حمزه اي الاعمال افضل بالاخره؟ قال رايت عملين او 3 اعمال ليس لها أو ليس أعظم منها عمل أجرها عظيم. قال خبرني. قال أولا الصلاة عليك، اللهم صل على محمد وآل محمد، أجرها عظيم. بعد قال وحب علي بن أبي طالب، سلام الله على أمير المؤمنين، وسقي الماء. أنا عندنا النص يقول من سقى إنسانا في أرض ليست فيها ماء كأنما سقى الناس جميعا. ولذلك العباس يفرح من هو يسمونه يا ساقي عطاشا كربلاء. جميل. على كل راح ابو فاضل للماي سلام الله عليه وسقى الجيش 3 ايام. ابو الفرج يقول ولانه سقى عائله الحسين يوم سابعاء سمي بابي قربه، ابو القرب هو سلام الله عليه، وسمي صلوات الله عليه ساقي عطاشا كربلاء. انا عندي جزئيه اريد يعني ان شاء الله اتوقف عندها وبعدين ايضا امد افصلها. مع احترامي واجلالي للمؤرخ، انت من تقول لي وياه 70 وعدد النساء اللي بمعسكر الحسين التاريخ اللي بجمع التواريخ ما يقرب من 58 60 امراه. 60 مع 70 يعني 120 130 زين؟ لا او 140 70 و60 130 اي زين. اضافه الى احنا راح يجينا ملف المتحولين 30 واحد الى 50 تحولوا من معسكر ابن سعد. يصعد العدد يصعد. خلينا على 130. زين. ما معقوله 20 قربه هم يشربون منها. وطبعا الجماعه ما صايمين، الحسين صايم بس العائله ما تصوم. نعم. والجيش ما يصوم. نعم. يحتاجون يطبخون من عندهم. صح. يحتاجون يغتسلون لان الجو حار. حتى لو المعركة في الشهر العاشر لاحظ، بس الجو في العراق شهر العاشر درجة الحرارة تصل 40. جو حار يحتاجون. زين انت هالمفردات ال3 تحتاجها. بعد الخيول تريد تشرب، واحنا قلنا امس اصحاب 4 الاختصاص مرات اضعاف الانسان، 4 اضعاف. انت ما تقنعني ب20 قربة وما قايل لي جود ولا قايل لي سقاء ولا قايل لي وعاء، ولا تسالني ذني بعدين افصلك اياها ان شاء الله. جيد. ذني كل وحده لها معنى. لان القربه في ذهني انا لبالي هاي الزمزميه مالت المقاتل بسيطه. لا هم كان عندهم انواع، حتى انه يصل نوع من انواع السقايه عندهم ان ياتون بجلد ثور يخيطونه ويجعلونه يسقون به الماء. انت مو تاخذ لي قربه طولها متر مو وفد عرضها كذا وتحط بمي الفرات والعباس يقاتل يحصد الرؤوس. انت عندك جيش وعندك عائله مو يا المؤرخ. خلي عندك ضمير، خلي عندك ضمير. الحسين خو ما يخلي لهم بالقطاره مو شنو نظام السيسيات، يعطيهم ما يكفيهم. لا لازم ما يكفيهم. هسه يقول شنو انت تنفي العطش؟ انا ما انفي العطش عمي، بس اقول المي ايش قد ما يجيبون ما راح يكفي لان العدد كبير موجود. جيد. لاحظني؟ نعم. العدد كبير، ومن ثم العطش ان شاء الله تجينا المفرده. العطش في يوم عاشوراء مو فقط من درجه الحراره. بالنسبه للمقاتل النساء عطشان من حراره وما يقل سلام الله عليه باعتبار بدت معركه. العباس بعد مو شغله انه يجيب مي يومها، لان كان عندهم مي لحد فجر عاشوراء. من صار الظهر عطش الجميع باجمعهم وهم مصيبه. طبعا العطش من الجراحات بالنسبه للمقاتله. اسال. ولذلك انت ملاحظ اكو وصيه للاطباء، احنا من ايام الحشد الله يوفقنا نروح يجيبون المجروحين الله يوفقهم، فالطبيب يقول له ليش شربه مي؟ لان هذا اللي ينجرح يصير عنده عطش شديد جدا، فيقول له هذا المي يؤذيه جدا،
فياخذونه يبللون شفاهه ويخلوا له قليل من الماء. لاحظ، قليل من الماء شربوه. فاللي ينجرح يعطش. فالمقاتله مو فقط حر ثابت، تمام، بس مساله القتال هاي تخلي يعني الحر موجود، قله شحه المياه. نعم، شحه حصلت. أي. لكن العطش الاكبر هو نتيجه الحر والشحه والجراحات. نعم، بالنسبه للمقاتله. اما النساء والاطفال لا، الماء فقد الماء يعني مفردة العطش ذكرتموها أكثر من مرة، كيف حصلت في كربلاء أو يعني تفصيلاتها. بالتالي إذا ما افترضنا أن بعد يعني من فجر يوم عاشوراء قبلها كان متوفر الماء، لكن بعد فجر عاشوراء شح الماء، يعني انتهى الماء في المعسكر، ممكن أن نقول هكذا؟ طبعا أنا بس أثبت مسألة. أنا عندي بالنسبة إلي مفردة العطش ثابتة. لاحظنا جيد. احنا مرات تدري أنت نسب استقبال المتلقين متفاوتة. يجوز واحد اليوم من الأحبة يشاهد البرنامج هنا أو على اليوتيوب أو على مواقع التواصل وهو مشغول بشيء، يعني قاعد يأكل، مو المرأة تعمل في البيت. جيد. هذا مثلا على كل، ويجي فد مفردة يلتقطها يقول ها يعني انت تقولوا مثلا ما عطش الجيش؟ لا يا عزيزي، هم يسقون ماء والجيش عطشان. يعني ابو فاضل 3 ايام سابعة ثامنة تاسعة ياتي بالماء الى العائلة الشريفة، وقدموا تضحيات من الجرحى معارك الماء. يقول المؤرخ يقول وقاتلوا قتالا عظيما، وفي نص قتال شديد شرس القتال على مود الماء، لان يقسمون قسمين، قسم يملأ القرب والجود والسقايات وذني، وقسم يقاتل، وبالتالي ياتون بالماء الى عيالات ابي عبد الله. هذه لمده 3 ايام. 3 ايام معارك الماء. هاي معارك للاسف ما سلط عليها الضوء. معارك الماء شديده، لا تقل عن يوم عاشوراء، لان التحام صار مع جيش عمرو بن الحجاج الزبيدي من اجل ان يصلوا. فانا اللي عندي ثابت ان العطش حدث يا اخي، حدث العطش من بعد يوم سابعة، ثابته عندي حتى يوم عاشوراء، والحسين مات عطشانا والشهداء ماتوا عطشانين. هذا عندي ثابت، انا ما. جيد. إذا ما أردنا نتحدث عن يعني شحة المياه، كيف ممكن أن نتعاطى مع رواية الشيخ